في دراسة في جامعة فيكتوريا في بريطانيا عن الراجل، ولما يجي يختار بنت للجواز، هل هيختار البنت الجميلة الجذابة جسديا، ولا هيختار البنت اللي ليها كارير وناجحة ومتعلمة تعليم عالي وبتشتغل وبتاخد مرتب كويس جدا؟ هيختار انهي واحدة فيهم؟ اول حاجة، على حسب الدراسة ديت، ان الشاب هيختار دايما اللي بتجمع بين الاتنين، لانها بيعتبرها في غاية الانوثة. في المرتبة التانية هيختار البنت الجميلة والجذابة جسديا، حتى لو هي مش ناجحة في حياتها ومش ناجحة في التعليم ومش ناجحة في الدراسة وملهاش كارير. دي اللي هيختارها في المرتبة التانية. اما في المرتبة التالتة واللي ممكن ما يختارهاش خالص، هي البنت الناجحة جدا وليها كارير وشاطرة جدا وكل حاجة، ولكن هي مش جذابة جسديا ولا جميلة، لان البنت دي هو بيعتبرها ضده وبيعتبرها ندية وبتنافسه في حياته ومش بتجذبه على اي مستوى. وكل للأسف البنت المتواضعة الجمال كل ما زادت في موضوع النجاح والكارير والكلام ده، كل ما هي ابتدت تقل في الأنوثة والجاذبية في عيون الراجل. شكرا.